السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم معايا في مطبخي المتواضع. النهاردة هنعمل مع بعض الفول المدمس بطريقة كويسة جدا ومضمون، يعني عملية السوى فيه هتكون حلوة جدا. هنعمله في حلة الضغط. طبعا هي هتكون يعني افضل من اننا نحطه مثلا في الدماسة، هياخد وقت طويل قوي. فحلة الضغط هتكون يعني مختصرة شوية للوقت، وفي نفس الوقت الفول هيطلع معانا بلون كويس، لان مش كل شوية هنفتح عليه فمش هيتعرض للهواء فمش هيسود. اول حاجة معايا هنا كيلو الا ربع فول. هو انا كنت جايبة الكيس مغلف، ومكتوب عليه 700 جرام. بس انا يعني افضل مثلا تعملي كيلو. طبعا الحبايه اللي هو بالحجم ده، الحجم الصغير، انا جايبه اصغر حجم فيه. دي الحبايه اللي بيقولوا عليها تقريبا اللي هي المكموره يعني. وهستعمل معاها نص كوب من العدس الاصفر، ونص كوب من الرز، واتنين طماطم صغيره. حطيت الفول في الحلة بالشكل ده. طبعا هو يعني كميته بالنسبة لحجم الحلة قليل، فكده انا هقدر ان انا ابقى شايفة المية مظبوط يعني. حطيت عليه حوالي لتر ونص من المية، واحط العدس والرز عليه. العدس والرز طبعا انا غسلتهم وصفتهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين. المية مغطياه، المية زيادة شوية. هحطها على النار، واول ما هسمع صوت الصفارة بتاعة الغطا كده هعرف ان هو من جوه غلي وبدأ ضغط الهواء يتكتم، فالصفارة بتتحرك او انها بتطلع صوت. ساعتها هوطي النار على اوطى حاجة خالص، وهحط اللي هي الصاجة او الشياطة بتاعة الرز تحت الحلة. هنا لما بدأت الصفارة تعمل صوت كده، عرفت ان خلاص هي من جوه الفول بدأ يغلي. دلوقتي هولع النار اللي هي العريضة، هوطي النار على اوطى حاجة خالص كأني هطفيها، وهحط الصاجة اللي انا بحطها دايما تحت الرز، وهنقل عليها الحلة اللي فيها الفول، وهنساها بقى خالص يعني ساعتين 3. ان شاء الله مش هيجرالها اي حاجة. انا جربت الطريقة ديت كتير جدا، وان شاء الله انها هتعجبكم. الفول بتاعنا خلاص استوى اهو، واحلى فول مدمس انتي ممكن تاكليه، اللي بتكوني عاملاه بايدك في البيت، وبتكوني ضامنه نظافته، وبتكوني عارفه حاطاه امتى على النار ومخلصاه امتى، يعني حتى مش ان هو بايت وتكوني شاكه فيه. فانا حصل معايا موقف هحكي لكم عليه، يعني هتستغربوا شويه. انا قلت لبنتي اطفي البوتاجاز. طبعا كنت موطيه النار جدا جدا لدرجه ما تشوفيش النار يعني. قلت لها اطفي البوتاجاز وحطي الحله في التلاجة، وبكره هبقى اكمل تصوير. صحيت من النوم الصبح، اتفاجئت ان الحله ما زالت على البوتاجاز. طبعا زعلت جدا، قلت يعني كده الجو حر هنا جدا وزمانه باظ. فاتفاجئت ان النار ما زالت شغاله. طبعا كانت يعني صدمه بالنسبه لي. طفيت البوتاجاز وانا عندي احساس ان خلاص يعني في حاجه بقى بايظه، في حاجه شايطه. فتحت الحله اتفاجئت ان انا قدامي فول يكاد يكون زي الزبده. يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كانت احلى صدفه حصلت معايا، ان فعلا اخد راحته جدا في السوا. والنار ما كانتش طبعا عاليه زي ما قلتلك، هي كانت يعني زي الشمعه، اقل من نار الشمعه. استوى معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. تقدري طبعا يعني عندك بقى خيارات كتير، حابه انك تعمليه يعني بالزبده، تحطي بس قطعه الزبده، شويه كمون، شويه ملح، ادي طعم. حابه تعمليه مثلا بالليمون بس، وبتحطي معاه الملح
والكمون وشوية زيت. ممكن حاجة تاني تعمليه بالطحينة، وبرضو بتحطي عليها شوية ليمون والملح والكمون. وكان ده النهاردة الفول المدمس بتاعنا. اتمنى يكون عجبتكم الطريقة في التدميس. طبعا الكمية اللي فاضلة في الحلة هقسمها في علب، بحيث ان كل علبة تبقى يعني لوجبة سحور. طبعا اقابلكم في فيديو جديد، وان شاء الله حاجات احلى. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، واذا انت عندك سؤال او استفسار حطيولي في كومنت وهرد عليكي. لحفظ الفول بقى بنحطه في علب بالشكل دوت، علبة بلاستيك بغطا، وتقسميها في العلب، يعني تحطي في كل علبة الكمية اللي تكفيكي يعني لوجبة كاملة. واذا حابه ان انتي تشتركي في القناه بتاعتي انا طبعا دوت شيء يسعدني جدا. واذا حابه كمان انك تشتركي معايا في حسابي الانستجرام، بس بتدخلي الانستجرام وبتضغطي على فولو، وانا طبعا بقبل الحسابات بسرعه، وبتشوفي الصور وبتشوفي وصفاتي في الحساب باذن الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.